السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في قناتي كل يوم جديد مع ام رحمة على اليوتيوب. النهاردة يا حبايب قلبي هنعمل اكلة لذيذة جدا والكل بيحبها. هنعمل مع بعض السمك البلطي المقلي بتتبيلة خطيرة تحفة بجد. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في الفيديو واعرفكم بقى احنا هنعمل السمك ده ازاي. في البداية خالص اذا عجبكم الفيديو بتاعي لايك وشير وفعلوا لي زر الجرس واشتركوا لي في قناتي عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا بقى نبدأ. اعرفكم انا هعمل ايه ومعايا ايه وهتبل السمك ده ازاي. انا معايا 2 كيلو ونص من السمك البلطي. انا كل مرة بعمل السمك البلطي المقلي بتبقى السمكية صحيحة. المرة دي انا قاسمة السمكية نصين زي ما انتوا شايفين كده. معايا انا جايبة كوباية ونص من الدقيق ونص كوباية نشا. البهارات بقى اللي انا هستخدمها عشان الكفر الخارجي للسمك، معايا بابريكا وملح وكمون. معايا بقى ايه التتبيله اللي انا هتبل بيها السمك دلوقتي. معايا هريسه الفلفل، ده فلفل احمر حامي واخضر، انا هرستهم مع بعض في الكبه زي ما انتوا شايفين كده. معايا الليمون، السمك بيحب الليمون الكتير. معايا ملح وكمون ومعايا معلقه كبيره من الثوم. هي ديت تتبيله السمك. يلا بينا نجهزها ونتبل السمك مع بعض. هريسه الفلفل هحط عليها الملح والكمون واحط معلقه الثوم واقلبهم في بعض كده. تتبيله سهله وبسيطه جدا وبتدي السمك طعم جميل جدا، وهنعمله مع بعض النهارده بطريقه مختلفه عن كل مره. اتمنى ان الفيديو بتاعي يعجبكم. كده حدقت ايه الهريسه بتاعتي. ابدا بقى ايه واتبل السمك. انا حطيت السمكيه بتاعتي كده اللي انا قسماها، واقلبها برضو علشان ايه تبقى السمكيه متبله من جوه ومن بره، واروح قلبها كده كده. في اسهل من كده مفيش. واروح قلبها كده. هتبل بقى باقي السمك بتاعي بنفس الطريقه. انا كده تبلت كميه السمك بتاعتي. هعصر بقى ايه ليمون هسيب بقى السمك بتاعي كده في التتبيله 10 دقايق مش اكتر من كده، وهنرجع بقى مع بعض علشان خاطر ايه نجهز الكفر الخارجي اللي هنعمله للسمك، ونبدا بقى ايه نقليه مع بعض. ما بياخدش اي وقت. السمك قعد في التتبيله 10 دقايق زي ما انا قلت لكم، وزي ما انتم شايفين قدامكم كده. هبدا بقى ايه اجهز الدقيق والنشا عشان نعمل الكفر الخارجي للسمك عشان نبدأ نقليه. نحط الدقيق والنشا ومعايا بابريكا وملح وكمون. لو مش حابة بابريكا ممكن تحطي كركم. اقلب بقى كده.
الدقيق بتاعي جاهز. انا جايبه بقى ميه من الحنفيه زي ما انتم شايفين كده. هعمل ايه؟ هاخد بقى ايه، سمكيه سمكيه كده كده، احطها في الدقيق واضغط عليها كده، انفضها كده من الدقيق، اروح احطها في الميه واروح مرجعاها الدقيق تاني. الحركه دي بقى بتعمل ايه، كفر حلو قوي كده ومقرمش للسمكه، تبقى طريه ومستويه من جوه ومقرمشه من بره كده. نعمل واحده كمان. اضغط كده على السمكيه في الدقيق. انا حاطه الزيت بقى على النار علشان يسخن. طفي الميه واروح مطلعاها ومرجعها تاني للدقيق. ما تعمليش بقى كل كميه السمك وتحطيها فوق بعضيها، لا، علشان خاطر ما يبقاش طري كده ويبقى مش ظريف. زي ما انتم شايفين كده. هعمل بقى باقي الكميه، بس ايه، مش هحطهم فوق بعض خالص. انا عملت السمك زي ما انتم شايفين كده وبنفس الطريقه والخطوات اللي احنا عملناها مع بعض بيها. انا حاطه بقى الطاسه على النار، الزيت يسخن. الزيت سخن، انزل بقى كده السمك عشان يتقلي. هقلبه كل شويه علشان الجهه دي تتحمر والجهه التانيه. هقلي السمك بنفس الطريقه والخطوات السهله اللي انا قلت لكم عليها. هخلصه في الوقت دوت وانا بقلي السمك. هحط الرز على النار ونقدم مع بعض بقى كده. اول ما اخلص السمك هقدم بقى احلى سفره، سمك مقلي وشويه رز وشويه سلطه وبالف هنا. انا عايزه اوريكم بس حاجه. شايفين السمكيه بعد ما اتقلت حلوه ازاي؟ شايفين؟ اسمعوا معايا كده القرمشه. سامعين قرمشه السمكه؟ مستويه بقى من جوه ومقرمشه من بره. شايفين شكله عامل ازاي؟ تحفه، خطير. انا قليت السمك كله وعملت السلطه والرز زي ما انتم شايفين قدامكم كده. احلى سمك، تتبيله بسيطه جدا وطريقه مختلفه اول مره اعملها، طريقه بجد تحفه. السمكيه مقرمشه ومستويه من جوه، تحفه. تخيلوا دي نص سمكه، اللي يشوفها كده يقول دي سمكيه كامله. وانا وريتكم القرمشه عامله ازاي. السوا بقى فظيع. انا عملت كده ايه السمك بتاعنا النهارده، ودي كانت سفرتي ودي كانت اكلتي. يا رب تعجبكم، يا رب طريقه السمك تكون سهله وبسيطه كده. الفيديو بتاعي خلص يا حبايبي. اذا عجبكم الفيديو بتاعي لايك وشير وفعلوا لي زر الجرس واشتركوا لي في قناتي عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه.